من الأكلات الأساسية بالنسبة لي في الصيام، لازم أعملها على الأقل مرة كل أسبوع. في الأول كده تعالوا نبتدي بالحشوة. أنا جبت بصلتين وقطعتهم وقلبتهم كده لغاية ما بقوا لونهم ذهبي خفيف. يفضل إن انتوا ما تخلوش البصلة تاخد لون عشان تبقى الحشوة دي خفيفة على المعدة. وقطعت حبة فلفل وضفتها على البصل وهقلبهم مع بعض. لو بتحبوا الأكل سبايسي ممكن تستخدموا فلفل حامي مع بارد. هنستنى لغاية ما الفلفل ده بس يبتدي يدبل شوية. وفي الوقت ده أنا كنت بشرت كوسة مع جزر. لو حابين تبشروا برضو بطاطس مفيش مشكلة، بس البطاطس لازم نعصرها كويس من المية بتاعتها. وهنضيف البطاطس ونقلبها شوية في الأول وبعدين نضيف الكوسة والجزر. وممكن برضو بدل البطاطس تضيفوا مشروم. أنا بحب أديكوا أكتر من اختيار عشان تستخدموا الطعم اللي انتوا بتحبوه. قلبت الخضار شوية كده لغاية ما ابتدى يدبل، بس أنا مش عايزاه يعني يتهري، عايزاه يبقى محتفظ كده بشكله. وعلشان أعلي القيمة الغذائية والأكلة تبقى كاملة متكاملة ضفت خضار مشكل اللي هو المتفرز، اللي هو البسلة والجزر. ودلوقتي هنضيف التوابل. ضفت نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقة كزبرة، ملعقة بابريكا، ملعقة صغيرة من اي خلطة بهارات انتوا بتحبوا طعمها. وكمان ضفت ملعقة صغيرة من الملح، وما تكتروش الملح لو انتوا هتضيفوا مرقة. ضفت مكعب مرقة. طبعا الحاجات دي كلها بتعزز الطعم علشان الخضار بيبقى طعمه ضعيف شوية، فالتوابل دي بتخلي الريحة والطعم يعني حلو جدا جدا. هقلب الحاجات دي شوية كده مع بعض حوالي 3 دقايق، يعني حاولوا ما تخلوش الخضار يتهري، يعني يبقى محتفظ كده في شكله. وكخطوة اختيارية أنا بحب أضيف ملعقة من صلصة الطماطم البيتي، بتدي تسكيرة كده للحشوة وبتخلي طعمها خفيف. لو مش حابين تضيفوها طبعا مفيش أي مشكلة. هسيبهم كده يعني حوالي دقيقة على النار وبعدين هطفي عليهم والحشوة كده بقت جاهزة. هنجيب الصينية اللي هنشتغل فيها وهندهنها دهنة حلوة بالزيت أو السمنة، لازم ندهنها دهنة حلوة علشان الجلاش ما يلزقش في الصينية. وجبت لفة الجلاش وهاخد منها أول طبقة عبارة عن ورقتين، يعني كل طبقة احنا هنستخدمها بتكون ورقتين. لو حابين برضو تستخدموا 3 ورقات مفيش أي مشكلة، بس أنا ما بحبش يعني الورق يبقى أكتر من اللازم. بندهنها مسحة بسيطة خالص من الزيت. بصوا هي مسحة بسيطة بس لازم نوزعها على الورقة كلها عشان تبقى مورقة، بس ما تكتروش الزيت. باخد الطرف اللي قدامي كده وبتنيه علشان يبقى متين ويستحمل الحشوة، وبعدين بوزع الحشوة بالشكل ده، وما تبالغوش في كمية الحشوة اللي انتوا هتضيفوها. وبعدين ببتدي اتنيه بالشكل ده، ولازم نشد عليه كده عشان تبقى يعني مشدودة اللفة وما تبقاش مرخية. وبالسكينة بقطعها 3 أجزاء. ممكن على فكرة تلفوا كل الجلاش وبعدين تقطعوه كله دفعة واحدة في الصينية، بس أنا ما بحبش أعمل كده علشان ما جرحش الصينية. كمان كده بتبقى أسهل بالنسبة لي، بعرف أتحكم فيها براحتي. وبرصهم بالشكل ده جنب بعض. تعالوا نعمل واحدة كمان. بجيب ورقة الجلاش وبدهنها مسحة بسيطة خالص من الزيت، بس بنوزعها كويس. وبتني طرف الورقة اللي قدامي بالشكل ده وبحط فيه الحشوة وبنوزعها كويس برضو. وبنبتدي نلفها كده ولازم نشد عليها عشان الورقة تبقى مشدودة معانا. وبعد ما بنلفها كده بنقسمها 3 أجزاء، وحاولوا تخلوا الأجزاء دي كلها تبقى يعني نفس المقاس. شايفين الحشوة شكلها جميل ازاي؟ برجع للصينية وبرص فيها الجلاش بالشكل ده. هكمل طبعا كل كمية الورق اللي عندي لغاية ما اخلص الصينية، وده بيكون شكلها. بدخلها على فرن ساخن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. هسيبها كده قد 10 دقايق لغاية بس ما الورق ده يتشمع. مهم جدا تعملوا الخطوة دي. ودلوقتي تعالوا نعمل التشريبة. جبت كوباية وحطيت فيها نص كوباية من المية المغلية، وهضيف فيها مكعب مرقة. ضفنا مية مغلية علشان المرقة تدوب معانا بسهولة. وبعد ما بندوبها بنضيف نص كوباية تانية، يعني أنا استخدمت التوتال كوباية مليانة من المية. وهضيف ملعقة كبيرة مليانة من الدقيق. دي بيدي طراوة وتوريقة جميلة جدا للجلاش علشان الورق ما يبقاش ناشف ويتكسر معانا. هضيف ليهم ملعقة صغيرة ونص من البيكنج باودر. برضو البيكنج باودر بيدي هشاشة كده وتوريقة للجلاش. وهقلبهم كويس لغاية ما الدقيق يدوب تماما ويختفي بالشكل ده. هتلاحظوا ان في فوم طبعا علشان احنا ضايفين بيكنج باودر. هضيف عليهم ملعقتين كبار من الزيت. برضو الزيت بيدي لمعة جميلة كده وتوريقة. ولو حابين الجلاش ياخد لون احمر وجميل كده في الفرن ضيفوا ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم البيتي. صدقوني بتدي طعم وريحة ولون جميلة جدا جدا. وطبعا دي برضو اختياري. الصينية سبتها في الفرن 10 دقايق اخدت اللون الذهبي الجميل ده. ما تخلوهاش تاخد لون اكتر من كده طبعا علشان تكمل التسوية بتاعتها بالتشريبة. بطلعها وهي سخنة كده وبسقيها بكل التشريبة اللي احنا عملناها. عايزة اقولكم التشريبة دي بالرغم من بساطتها
بساطتها لكن هتدي توريقة وطراوة فظيعة للجلاش. وبعد ما ضفتها كده برج الصينية وبحركها يمين وشمال علشان أوزعها على كل الصينية بالتساوية. وبعدين رجعت الصينية دي للفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 تقريبا، كده بتاخد 25 دقيقة مش أكتر من كده، لأن الجلاش لما بيقعد كتير في الفرن بينشف وبيتكسر. بعد ما بنطفي الفرن بنولع الشواية، وخلوا بالكم هو مش بياخد أكتر من دقيقة تحت الشواية على الهادية، علشان ملعقة الصلصة دي بتخليه ياخد لون بسرعة. علشان الجلاش يبقى طري بمجرد ما بيخرج من الفرن لازم نغطيه بالفوطة 5 دقايق أو 10 دقايق، وبيبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الحشوة قد ايه شكلها جميل، وكمان ملعقة الصلصة دي اديته لون بصراحة رهيب. عايزة اقول لكم ريحة الصينية وهي خارجة من الفرن يعني حكاية، والحشوة دي بجد يعني طعمها يجنن وخفيفة ولذيذة. بصوا واحنا بنقطعه عامل زي الفطير المشلتت، يعني طري كده ومورق وجميل جدا. واحنا بنقطعه كده برضو الورقة بتكون من فوق فيها سنة قرمشة بسيطة، ومن جوه بتكون جوسي وطرية، والحشوة فعلا يعني أكتر من رائعة ومغذية جدا جدا. ولو حابين الجلاش يكون مورق أكتر من كده ممكن تستخدموا 3 طبقات بدل طبقتين. لو حاسين ان انتوا استفدتوا أرجوكم اعملوا لايك للفيديو. بحبكم من كل قلبي، ناهد فاروق.